السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لسه مشتركش معايا ينزل يشترك وندوس لايك ونعمل كومنت حلو اعرف رأيكم ايه. وهنعمل النهاردة حاجة حلوة جدا وسريعة ومش هتاخد مننا اكتر من 4 دقايق. هجيبكم كل مكوناتها موجودة في كل بيت وسهلة جدا وهتطلع معاكي في منتهى الجمال وناجحة من اول مرة. هنجيب الخلاط بتاعي وهحط فيه 3 بيضات وفانيليا وهحط كوباية ونص من السكر وهضيفه على السرعة الاولى. وبعد كده لحد ما يبقى لون الكريمي معايا زي ما انتوا شايفينه كده. هنزل بكوبايه من السمنه بس بمعدل فنجان صغير جدا من السمنه، مش كتير يا جماعه خالص، عشان خاطر السمنه الكتير مش مستحبه يعني في الوصفه بتاعت النهارده. فهعمل هعمل كوبايه فنجان صغير من السمنه، بما يعادل 125 جرام من السمنه. وهضيفه على الخلاط بتاعي على سرعه اولى برضو، ولحد ما يلف معايا وكل الخليط بتاعي يمتزج مع بعضه. وبعد كده هنزل بكوبايه من اللبن وخلاص، اكتر من كده مش هضيف حاجه خالص. وهنزل بالخلاط بتاعي وهطفيه بقى واركنه على جنب. وتعالوا بقى الخطوه اللي بعد كده، هجيب البوله بتاعتي واجيب 3 كوبايات من الدقيق. في كل كوبايه طبعا انا هنخلها، لازم نخلة الدقيق دي عشان بتفرغي الهواء من قلب الكيكه. دلوقتي احنا هنعمل كيكه بالزبيب، هتطلع حلوه قوي 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 وطريقتها جميله وناجحه وهتطلع معاكي من اول مره، ولا الزبيب هيلزق معاكي من تحت ولا اي حاجه. هنعملها بطريقه جميله جدا جدا جدا. دلوقتي عملت نزلت بال3 كوبايات من الدقيق ونخلتهم اهوت واحده واحده مع بعضينا. واجيب بقى كيس بيكنج باودر او كيك شيف او ايا كان المتوفر عندك، وهنزل بقى بيه. واكتر من كده مش هضيف، وهضيف ربع معلقه دي كربوناتو، يعني ربع معلقه فقط، اكتر من كده مش هضيف. برضو بتديلي قوام حلو قوي قوي للكيكه. آه، دلوقتي وبعد كده نزلنا كان عندي حبه زبيب كده فضفناهم على الدقيق. اهم حاجه في الوصفه بتاعت النهارده ان الزبيب يتحط مع الدقيق عشان ما يسقطش في ارضيه الكيكه ويتحرق منك من تحت. فانا لو هعمل كيكه بالزبيب لازم اضيف الزبيب مع الدقيق. وهنزل بالخليط دلوقتي زي ما انتم شايفين معايا بطريقه جميله وطريقه سهله. ولسه مشتركش معايا في القناه ينزل يشترك ونضغط لايك ونعمل كومنت حلو اعرف رايكم ايه. دلوقتي هنعمل عملنا الخليط بتاعي، بصوا القوام بتاعه تحفه ازاي. هجيب بقى الصينيه بتاعتي اللي هضيف فيها المكونات بتاعتي كلها وهدهنها سمنه بالفرشه، وبعد كده رشه دقيق. وهنزل بالمكون بتاعي كله. اكون طبعا مسخنه الفرن على درجه حراره 180 من قبل مثلا، وانا يعني ساعه ما هبدا ان انا اعملها عشان خاطر يبقى الفرن سخن والكيكه تطلع معاكي ناجحه على طول. نزلت بالمكون بتاعي زي ما انتم شايفين كده كله. وبعد كده بقى هدخلها الفرن وهتطلع لمدة مجرد بس 35 دقيقة، وهطلعها بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. حاجة في منتهى الجمال يعني تحفة وناجحة جدا جدا جدا. وطعمها مش قادرة اقول لكم عاملة ازاي يعني حلوة جدا يا جماعة. عايزاكم تجربوا الوصفة دي، لو عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك والمتابعة الكاملة مع اللايك. عايزة اقول لكم بصوا هي هشة ازاي وجميلة ومكوناتها كلها مظبوطة جدا وناجحة كمان. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك والمتابعة الكاملة مع اللايك. يا رب كده يكون الفيديو خفيف عليكم، واشوفكم يا رب في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.